ونشرع على بركة الله ببيان أول عقيدة من عقائد الشيعة هي حول الله تبارك وتعالى. ما هي عقيدة الشيعة بالله تعالى؟ نحن الشيعة الإمامية طبعا عندنا كتب كثيرة جدا بينت عقائد الشيعة، من الشيخ الصدوق والشيخ المفيد إلى زماننا هذا. بإمكان أي أحد من أخواننا السنة أن يشتري هذه الكتب ويعرف ما هي عقائد الشيعة. لذلك لا تصدقوا بما يقال علينا. تريد تعرف شنو احنا، تجينا احنا نعرفك شنو احنا، مو تروح لغيرنا وتقول لهم شنو الشيعة. هذا خطأ وهذا معيب جدا. فأول عقيدة بالله عز وجل نعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، وهو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. ونعتقد بأن الله تبارك وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه من العقائد التي يتميز بها الشيعة، عكس ما موجود في البخاري بأن الله يضحك، بأن الله يحرق قدمه، بأن الله يجلس على كرسي له أطيط، ما شابه من هذا الكلام. ولذلك راجعوا كتاب العقائد الإمامية للشيخ العلامة المجدد المظفر رضوان الله تعالى عليه. قال: نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الأول هو الآخر، عليم حكيم حي قادر غني سميع بصير، ولا يوصف بما توصف به المخلوقات. يعني الله إلى إيد، إلى وجه، إلى ما شابه، كلها تؤول إلى أشياء أخرى، وهذه من صفات الممكنات لا صفات واجب الوجود، وإلى آخره من الكلام. ثم ينقل أيضا ما هي عقيدة الشيعة في التوحيد. أيضا نحن من الموحدين، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. نحن نقول في الأذان وفي الصلاة بأن لا إله إلا الله ولا معبود إلا الله تبارك وتعالى. أي عقيدتنا التي نتعبد بها يوميا في الأذان والإقامة والصلاة. زين، بعد ما تجي وتقول الشيعة مشركين، الشيعة كفرة، هذا الكلام يعني عجيب. يا أخي جاي يقول لك أنا هاي صلاتي، هذا أذاني، هذه عقيدتي التي أتعبد بها أمام الله. وأيضا يقول كذلك نؤمن بالصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، وأيضا فهو في العلم والقدرة لا نظير له، وفي الخلق والرزق لا شريك له. أيضا نعتقد بأن الله هو الخالق لا أحد سواه. ما لكم شغل ببعض العمائم الشاذة اللندنية التي تدعي أن الإمام علي والكذا والكذا خالق ورازق، وهذه عمائم شاذة مشبوهة ليس لها أي ذكر في الحوزة. زين، وكذلك أيضا من عقائدنا فيكمل الشيخ: وتوحيده في العبادة. الشيخ المظفر يقول: توحيد الله في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه. زين، وكذلك إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، واجبة أو مستحبة، في الصلاة أو غيرها من العبادات. ومن أشرك في العبادة فهو مشرك. يعني هاي عقيدتنا بالله تبارك وتعالى. زين، هسه راح تقول أنتم تعبدون الإمام، تعبدون كذا. هاي كلها أقاويل تقال علينا وأكاذيب يفترى بها علينا. هذه عقيدتنا بالله وبالتوحيد، وإن شاء الله نبين ما هي العقائد الأخرى. وأنا مستعد للجواب على بعض الاستفسارات إذا كانت من باب بيان الحقائق ومن باب بيان العقيدة والمعرفة. أما إذا كان من باب السجال والنقاش والمهاترات فلا دخل لنا بها. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآل محمد.